إخواني أخواتي، السلام عليكم وتحياتي لكم. سيمو كنرحب بكم من جديد، فيديو جديد، حلقة جديدة. بطبيعة الحال حلقة هذه تتم مرحلة التدريب، لكن غادي نرجعوا للمرحلة ديال الاختبارات، بحكم أن الكثير من الأصدقاء ما كيعرفوا والو على هذه المرحلة هذه، كيعرفوا عليها القليل، والكثير من الأصدقاء كيطرحوا عليه واحد السؤال مهم بزاف. شنو هذا السؤال؟ هذا السؤال بعدا كنشكركم على المسانده والدعم المستمر للقناه، وكنتمنى هذا الدعم هذا يستمر وهذه المسانده تستمر، لان القناه ناجحه بالفضل ديالكم نتوما بطبيعه الحال، وبالفضل ديال اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. واي سؤال بطبيعه الحال كالعاده، اي سؤال حطوه تحت الفيديو، رانا مستعد نجاوب عليه بطبيعه الحال في اي وقت. نرجعوا دابا الموضوع، صلب الموضوع ديالنا حنا. الكثير من الاصدقاء كيقولوا لي بانني انا مثلا نجحت في جميع المراحل وما عيطوش ليا، او لا نجحت في جميع المراحل وصلت للبحث التمهيدي والبحث المعمق وما عيطوش ليا. انا غادي نشرح لكم الاليه كيفاش كيتم اختيار حراس الامن للستاج من المرحله ديال الدخول الى الموقع الالكتروني لمديريه العام للامن الوطني وتعبئه الاستماره ديال الامتحان حتى الالتحاق بالستاج، يعني من البدايه حتى الالتحاق بالستاج. غادي نقول لكم كيفاش الاليه، وشحال من واحد راه ما كيعرفش هذا الشيء هذا، وهذا الشيء اللي غنقول لكم اليوم في هذه الحلقه هذه راه مهم بزاف بزاف. حلوا ودنيكم، ديروا شي قهوه وتبعوا معايا. غادي نبداو. اول مرحله كيديرها الشباب، كيديروها الشباب في اطار الرغبه في الولوج لسلك الامن، وهي انتظار الاعلان عن المباراه. كيتم الاعلان عن المباراه بطبيعه الحال، من بعد كيكون الموقع الالكتروني ديال المديريه العامه للامن الوطني، موقع التسجيل او الوظيفه، كيكون مفتوح في وجه جميع المواطنين. اي واحد يمكن ليه يعمر الاستماره اللي موفره فيه الشروط اللي كتطلب المديريه العامه للامن الوطني. اي واحد يمكن ليه يعمر الاستماره بطبيعه الحال، ويجمع الدوسي ديالو ويمشي لاقرب كوميساريه ويدفع الدوسي بطبيعه الحال. نعطيو واحد المثال. مثلا حراس الامن، المديريه العامه كتطلب القراد اللي كتطلبهم بزاف في الكونكور، وهو حراس الامن والمفتشين والضباط الامن وضباط الشرطه والعمداء، اضافه الى العمداء الممتازون بطبيعه الحال. ناخذ واحد المثال بالنسبه لحراس الامن. بالنسبه لحراس الامن كتطلب واحد العدد، المفتشين كتطلب عدد، ضباط الامن عدد، ضباط الشرطه عدد، العمداء عدد ديال المترشحين. بطبيعه الحال نعطيو مثال بحراس الامن، لان كيطلبوا حراس الامن كيطلبوا عدد كبير. حراس الامن المديريه العامه كتطلب اغلب الحالات كتطلب 5000 تقريبا ديال حراس الامن. 5000 ديال حراس الامن ملي كتعلن المباراه وكيدخلوا للموقع، غادي تلقى تقريبا اكثر من 100000 غادي تدخل تسجل الاسم ديالها في الموقع، غترشح لهذه المباراه هذه. من 5000 غترشح 100000 واحد تقريبا. انا عطيتكم هذا العدد ماشي بالضبط، ولكن هذا العدد عطيتكم غير باش كمثال، باش نوريكم كيفاش كتم عمليه اختيار المترشحين الناجحين في النهايه. بطبيعه الحال هاد 100000 كتسجل في الموقع الالكتروني، وهنا كتم بحال العمليه ديال الغربال، بحال كتغربل طحين ولا كتغربل الزرع ولا كتغربل شي حاجه بحال هكا، ولا كتغربل الرمله مثلا. كتقدم تسجل في الموقع الالكتروني 100000. دائما اللي كيتسجلوا كيكون اكثر من العدد المطلوب، دائما هذه معروفه. كيتقدموا مثلا 100000 للتسجيل، وكيعبئوا في الموقع الالكتروني هادو بطبيعه الحال متوفر فيهم جميع الشروط. من بعد كيخرج لهم داك التسجيل، وكياخذوه مع الطلب، مع سميتو الوثائق اللي كيطلبوا، كيمشيو لاقرب كوميساريه بطبيعه الحال باش يحطوا الدوسي ديالهم. الوغ في هاد المرحله هذه ملي كيمشيو للكوميساريه، من داك 100000 كيتعبروا الطول وكيشوفوا الدواسه والشواهد اللي عندك. كاين واحد النسبه كبيره بطبيعه الحال غادي تقسى. من 100000 ممكن يتقساو 20000 في الطول وفي الدوسي وفي كل شيء، جميع الوثائق المطلوبه. هذا ما عندوش هذه، هذا خاصه هذه، هذا الطول ما عندوش. من 100000 كتبقى 20000 بطبيعه الحال هي اللي غادي تدوز المباراه الكتابيه. منين كيسالي
كتسالي المهله ديال اللي عاطيها المديريه العامه الامن الوطني من اجل باش تدفع الكونكور من اجل تعبئه الاستماره. كيبدا عمليه فرز الملفات والمنادات على المترشحين من اجل الامتحان الكتابي. هاد 80,000 كتم المنادات عليها من اجل اجتياز مباراة الامن الوطني كتابي. ملي كدوزو امتحان كتابي وكتساليو الوراق ديال الامتحان، كيمشيو المباراة كيمشيو لمديرية المباريات والتوظيف، وكيتم التصحيح ديال هذوك الامتحانات. وغالبا كيتم التصحيح ديال الامتحانات من طرف العمداء المتدربين، العمداء اللي عندهم اجازه ومتفوقين اللي عندهم احسن نقاط ديال الكتابي، هما اللي كيقوموا عمليه تصحيح امتحانات ديال حراس الامن. هاد 80,000 نسجلوها 80,000. هاد 80,000 اللي غدوز مرحله الكتابي ماشي كلها غادي تنجح في هاد المرحله هادي. هاد المرحله ديال الكتابي في الاخر ملي كيساليو العمداء المتدربين او الستاجير كيساليو من عمليه التصحيح، توضع لوائح. هاد اللوائح شنو فيها؟ لوائح فيها الترتيب ديال النقاط، الترتيب ديال المعدلات من اعلى نقطه حتى لادنى نقطه، وكيبقاو نازلين من الاعلى نقطه وهما نازلين حتى الادنى، حتى كيبغيو حتى كيختاروا هذاك العدد اللي بغاو هما. 80,000 كلها ما غتنجحش. هاد 80,000 اللي غتنجح منها في الامتحان الكتابي نفترضوا انها غتنجح 40,000. 40,000 غتنجح، و40,000 غادي ما غادي تقصى، ما غتجيبش المعدل بطبيعه الحال، لانها ما جابش المعدل غادي تقصى. غتبقى 40,000 واحد جايبين المعدل. وهنا بعض المرات كياخذوا حتى اللي جايب قريب للمعدل. علاش؟ الا ما لقاوش، هذه حاله نادره، الا ما لقاوش العدد الكافي كيكملوا بالناس اللي ما عندهمش المعدل اللي قرابين للمعدل. ولكن الاغلبيه كيكون واحد النسبه كبيره اكثر من داكشي اللي طالبوا، يعني اكثر من 5,000 واحد كتكون جايبه المعدل في الامتحان. ولكن كيبقى دائما داك الترتيب كيرجعوا ليه، داك الترتيب ديال النقاط من اعلى نقطه حتى لادنى نقطه. نفرضوا بان اعلى نقطه هي 18 وادنى نقطه هي 10. باقي غيتم الاقصاء من المباراه ديال الامن الوطني. كيف ما قلت لكم نفرضوا هاد 40,000 واحد كلها جابت المعدل، كلها جابت نقطه مزيانه. هاد 40,000 واحد ما غيمكنش ليهم ياخذوا 40,000 كلها يعيطوا لها المعهد الملكي للشرطه من اجل الشفوي والطبيب والبسيكو والرياضه والجرا. ما يمكنش لهم يعيطوا على 40,000، لان 40,000 كثيره بزاف وغطلب منهم مده طويله باش يكملوا جميع المترشحين. غادي 40,000 هما طالبين 5,000، يقدروا مثلا ياخذوا من هاد 5,000 من هاد 40,000 غياخذوا 10,000 او لا اقل من 10,000. احيانا كياخذوا مثلا 6,000 واحد، غياخذوا 6,000 واحد اللي جايبه اعلى نقطه فهاديك 40,000 غياخذوا مثلا 6,000. غينقيدوا هنا 6,000. هيا من 100,000 شحال بقات عندنا 6,000، يعني انه 94,000 تغربلات مشات بحالاتها. 94,000 هذه ما ناجحاش، ما غاديش يعيطوا عليها بطبيعه الحال. غتبقى هاد 6,000 هذه هي اللي غتنافس في المرحله ديال الكتابي. هاد 6,000 هذه دائما كيتم وضع لائحه وكتم دائما الترتيب من احسن نقطه حتى لادنى نقطه. دائما هذاك اللي عنده احسن نقطه كيبقى دائما في لاطيط ديال لا ليست، دائما كيكون في راس اللائحه. هذيك النقطه الاولى ديال الكتابي مهمه بزاف. نجيو دابا من بعد ما سالات المرحله ديال الكتابي، غادي تبدا وتصحيح ديال الامتحانات ووضع اللوائح. غتبدا المنادات على المترشحين الناجحين لمرحله الشفوي. هاد 6,000 هذه غيتم المنادات عليها للمعهد الملكي للشرطه من اجل اجتياز الشفوي، طبيب، الجرا، البسيكو، اضافه الى اللجنه. هاد 6,000 هذه خاصهم ما يمكنش لها تنجح كلها في المرحله ديال الطبيب. 6,000 خاصهم ياخذوا 5,000 اللي طالبه المديريه العامه للامن الوطني رسميا اللي غينجحوا،
وغيزيدوا عليها واحد 100 احتياط. هاد 100 كتبقى في لا ليست داتونت. واخا جبتي الطبيب مزيان، واخا جبتي كلشي مزيان، ولكن كيبقى دائما الترتيب في الملفات. في هذه المرحله ديال الكتابي ديال الشفوي كيحاولوا يديروا واحد البيلون ديال كل مرشح كيديروا ليه البيلون ديال داكشي النقاط اللي جاب، كيفاش دوز الطبيب، الملاحظات ديال الطبيب اللي كيفحصك، الملاحظات ديال الجرا. نسيت هذه المرحله ديال الجرا، كيفاش هاد السلف هذه ملي كتشارك في الجرا ضروري غيتقسم لنا واحد 800 ولا 600 واحد ولا 700 واحد، هذه غيحيدوها، لان المرحله ديال الجرا هذا ماشي غير مرحله الجرا، المرحله ديال الطبيب كلها من هاد السلف هذه غيغربلوهم، غتبقى غير 5100. مرحله من 6000 واحد غتبقى 5100. 5100 هي اللي غتبقى. دائما كياخذوا عدد المترشحين كيكون زايد على داك الشيء اللي مطلوب. 5100 هي اللي غتبقى، الاخرين غيتقصاو، شي غيتقصى في الطول، شي غيتقصى في الشوف، شي غيتقصى في الملاحظات ديال الطبيب، السيكاتريسات، الامراض، التحاليل، شي غيتقصى في الجرا، شي غيتقصى في مرحله البسيكو، شي غيتقصى في مرحله اللجنه. غتبقى من داك 6000 غتبقى 5100. 5100 هذه كلها دوزات مزيان، ولكن الدوسي ديال هاد 5100 ماشي كله نقي. كاينين من هاد 5100 كاينين شي وحدين عندهم ملاحظات في الدوسي ديالهم، ملاحظات الاطباء. مثلا هذا الطبيب ديال مثلا الشوف عندك ناقص شي شويه، مثلا الطبيب عندك قال بان عندك شي سيكاتريس مثلا في يديك ولا شي حاجه، بسيكو قال شي ملاحظه عليك، اللجنه قالت شي ملاحظه. كل ما كدار عليك ملاحظه كل ما الدوسي ديالك كينقص وكيتكلاصا في الاخر، ما كيتكلاصاش مع الاولانيين. كل ما كتكون الدوسي ديالك نقي بزاف كل ما كتكون انت من الاولانيين. هنا انتبهوا بزاف، راه كاين اللي كيقول عيطوا لي راه نجحت في جميع المراحل، ولكن ما عيطوش ليا. راه تما كاين ترتيب، راك ماشي انت من داك 5000 اللي باغيين المديريه العامه للامن الوطني، انت من 5100. الا بغيتي تقول انت من 5100، وتقدر ملي غيبداو يرتبوا الدواسه ديال 5100 غيلقاو مثلا واحد 5020 ولا 5030 هي اللي الدوسي ديالها نقي مزيان، والاخرين الدوسي ديالهم ماشي هو هذاك. المهم غيشدوا بقى يرتبوا من الانقى دوسي حتى يكملوا 5000. ملي غيكملوا 5000 صافي غيسدوا وغيجيو داك 100 مرشح اللي بقات في الاحتياط، حتى هما غادي يكلاسيهم من الاحسن للاسوء واحد. هذاك اللي احسن اللي في هاد 100 ديال الاحتياط ضروري غتكون عنده شي ملاحظه ولا شي لعبه دايرين ليه في بسيكو ولا دايرين ليه في الطبيب، شي ملاحظه بسيطه، شي كاتريس، شي حاجه، غيخليو مع 100 ديال الاحتياط. هادو 5000 الاولانيين 5000 كلها الدوسي ديالها نقي وما عندها حتى شي ملاحظه. وهنا عاوتاني غنرجعوا بطبيعه الحال. الا كنتي انت مثلا 5000 واحد ما كايناش كلها نقيه، كيكملوا بلي عنده ملاحظات في الدوسي ديالو حتى هو كينجح. علاش؟ حيت ما لقيناش ديك 5000 كلها نقيه، ما يمكنش نلقاو 5000 كلها نقيه الدوسي ديالها نقي. غنكملوا بداك ال 100 اللي في احتياط، ناخذوا منهم ونكملوا 5000. ملي غنكملوا داك 5100 ديال الاحتياط غادي نجيو للمرحله ديال البحث التمهيدي والبحث المعمق. هادو كلهم هاد 5100 كلهم غيخضعوا البحث التمهيدي والبحث المعمق. هنا اش غيديروا؟ هادوك 5000 اللي الدوسي ديالهم كلها نقيه في البحث التمهيدي والبحث المعمق، اللي عنده شي ملاحظه غيتم الغاء الدوسي ديالو، يحطوه مع الاحتياط وغادي يعوضوه بدوسي ديال واحد اخر من هذوك صحاب الاحتياط. الا مثلا واحد مثلا عنده باه كينتمي مثلا لحزب سياسي، او لا خوه مثلا اسلامي متشدد، او لا خوه فيتشد على الارهاب، او لا عنده خوه تاجر مخدرات، او لا عندهم الدعاره في العائله ديالهم، معروفين العائله ديالهم بالدعاره ولا معروفين باتجاه المخدرات. الا كانت العائله السمعه ديالها خايبه كيتم الغاء الدوسي ديال هذاك الواحد من داك 5000 اللي الدوسي ديالو نقي. واخا الدوسي ديالو نقي كيتم الغاء ديالو، حطوه مع لا ليست داتونت وعوضوه بواحد من لا ليست داتونت، حتى هو غادي نديروا عليه حتى هو البحث التمهيدي والبحث المعمق. وبطبيعه الحال غادي يتم المناداه عليه الا كان الدوسي ديالو، الا كان البحث المعمق والبحث التمهيدي والبحث المعمق ديالو مزيان يتم المناداه عليه. المهم كتم المناداه
على هاد ال 5000 هادو. منين كيجمعوا 5000 واحد الدوسي ديال كلها نقي، داز مرحله الكتابي ثم مرحله الشفوي ثم مرحله البحث التمهيدي والبحث المعمق. كيتم المناداه على 5000 واحد من اجل الالتحاق بالستاج بالتدريب. ولكن هذا ما كيعنيش النجاح النهائي، لان في مرحله الستاج كتكون مستمره الفحص الطبي، التحاليل كيكون التحاليل اختاري كتكون التحاليل والفحص ديال وزاره الماليه. واخا هو ماشي شي حاجه مهمه، ولكن ممكن يكون فيه الاقصاء، او لا مثلا واحد في الستاج ما قدرش يكمل، او لا ما جاش، او لا ما بغاش يدوز، ما بغاش يكمل البوليس، او لا ما جاش كاع ولا شي حاجه، كيتم مناداه على كيتم اخضاع واحد مترشح من الاحتياط للبحث التمهيدي والبحث المعمق، وكتم المناداه عليه. هكا باش كتم هاد الانسان، هاد الناس كيكونوا في مرحله في لا ليست داتون دائما كيكونوا مهددين بالسقوط، لانهم كيكونوا غير في لائحه الانتظار. يعني الا كان شي واحد من اللي ناجحين بصفه رسميه، اللي ناجحين بصفه رسميه من داك 5000 وقع عليه شي مشكل، كيتم التعويض اثناء الستاج او لا اثناء البحث التمهيدي والبحث المعمق، كيتم مناداه على واحد من لا ليست داتون. وفي النهايه ملي كيسالي الستاج كيتم الاستغناء على مرحله على هادو اصحاب لائحه انتظار، وكتم تعيينات في صفوف حراس الامن المتدربين اللي نجحوا داك 5000 واحد. كيتم التعيين ديالهم ديك الساعه، كتنتهي المهمه ديال مديريه المباريات والتوظيف، وكيوليو تابعين بصفه رسميه المديريه العامه للامن الوطني والوزارات الماليه. كيتم اعطائهم رقم تاجير، وكتم اعطائهم ماتريكيل ديال البوليس، لان كل بوليسي عنده ماتريكيل ديالو، كل واحد عنده ماتريكيل ديالو. وكتم الالتحاق، عمليه الالتحاق في اخر ستاج اللي غنهضروا عليها بطبيعه الحال في حلقات مقبله. وهنا غادي نقول لكم بان كاين اللي قال لي واش البوليس كيتخلص، البوليس ستاجير كيتخلص اثناء مرحله التدريب. نقول لكم العمليه كيفاش كتتم. منين كتم الالتحاق ديالك كيجمعوا الدواسه ديال كاع البوليس المتدربين، وكتم اعطاء رقم مهني لكل شرطي متدرب. في الاول كيعطيوك رقم غير عادي، ملي كيبغيو يفرقوكم على الفصائل كتعطاك رقم من 1 حتى ل 50، لان الفصيله فيها 50 من 1 حتى ل 50. الفصيله الثانيه هذه الاولى، الفصيله الثانيه من 51 حتى ل 100، الفصيله الثالثه من 101 حتى ل 50، وهي غاده دائما الفصيله فيها 50 واحد. من بعد ما هذا الرقم هذا اللي غيعطيوكم من 1 حتى ل 50 كيبقى غير رقم، هذا رقم مؤقت ماشي رقم نهائي. من بعد ملي كيتم معالجه جميع الملفات كتبعث هذه الملفات لوزاره الماليه، وكيتم اعطاء كل بوليسي رقم مهني ديالو اللي غيخدم عليه. داك الرقم المهني غيبقى معاه تابعه حياته كامله حتى التقاعد، حتى التعيين وحتى التقاعد. هذاك الماتريكي كتبقى دابا راه واصله الله اعلم، واصله لشي 120,000 واصله تقريبا. وكتعطاك هذاك الماتريكيل، وكيدفعوا الدواسه ديال المتدربين لوزاره الماليه. من بعد هذا الشيء هذا ممكن يستغرق شهرين حتى 3 شهور، وكيتعطى لوزاره الماليه. وزاره الماليه كيتم فرز ثاني الملفات على اساس انهم كيحطوا كل شرطي رقم تاجير. الرقم التاجير هذا رقم التاجير هو اللي كيكون عند جميع الموظفين اللي خدامين مع الدوله، سواء كانوا في البوليس او العسكر او المخازنيه او الجدرميه او التعليم او اي بلاصه كتكون عندك رقم مهني، رقم تاجير. هذا رقم التاجير هذا عنده علاقه بوزاره الماليه وبالتقاعد ديالك وبجميع المعاملات الماليه ديالك مع البنكه. هذا رقم التاجير كيخرج لك من وزاره الماليه من بعد شهرين تقريبا ديال فرز الملفات. يعني ان ما بين مرحله الستاج حتى المرحله ديال وزاره الماليه تقريبا كاينه 4 شهور حتى 5 شهور حتى 6 شهور بعض المرات. الا كنتي انت في هذيك المرحله ديال 4 شهور ولا 5 شهور كنتي باقي ما كملتيش ستاج، راه كيجيك واحد الشيك ماندا، كتجيك واحد الماندا او المجموعه ديال الماندات ديال كل شهر دوزتيه في ستاج، كتخلص عليه الراتب ديالك بدون بريمات، بدون بريمات. داك اللي كاينين داك لي زوردونوي اللي كيتعطاو للبوليس ملي كيكون خدام، هذوك ما كيتعطاوكش حتى كتخرج. كتعطاك واحد الاجره بدون اجره صافيه ديال بدايه الستاج. مثلا
حراس الامن كيتعطاو 5800 درهم، 5900 درهم باش كيبداو، 5900 درهم، 5800 حتى 5900 درهم باش كيبداو حراس الامن. ماشي 5000، 4800 درهم حتى 4900 درهم باش كيبداو حراس الامن. كتعطاك كل شهر خلصه، وكيتجمعوا لك داكشي مثلا 5 شهور كيتجمعوا لك 5 الماندات. اش كيديروا مع هاد الملكي الشرطه؟ كينظموا الشرطيين كل نهار او كل يومين كتخرج فصيله فيها 50 واحد بالمونيتور، يعني بكويت بالمونيتور كيمشيو لاقرب بنكه باش كتفتح حساب في هذيك لا بنك. هذه الا كنتي في مرحله الستاج كتفتح حساب، وكي هذاك الحساب كتحط فيه الماندات ديالك باش ما يوقعوش مشاكل من قدام، ولا تمشي لك داك الماندا تبغي عليك، ولا هو ما تسرقش لان الماندا في سميتك انت وما كاينش اللي يصرفها الا انت. ولكن من الاحسن كتحط داك الشيكات داك الماندات كتحطهم في سميتك وكتهنى صافي، كتولي عندك رصيد بنكي وكيخرجوا لك لي كارت ديال البنكه وكيخرجوا لك كلشي. والمعهد الملكي هو اللي كيتكلف باش كيعطيك داك الوثائق ديالك ديال البنكه اللي سنيتي مع البنكه. وممكن وكتخلص ديك الساعه كتولي تخلص رسميا كل شهر كدوز لك كتجيك ماندا في الاول، كيبقى يجيك ماندا من وزاره الماليه لانك باقي ما كدوش فيرمون مباشره للبنكه. حتى لانك انت ملي تبغي دوز لك فيرمون كتاخذ واحد تشيك باري، تشيك ديالك ضارب عليه بحال هكا، وكتدفعوا لهذا المحاسب في الكوميساريه اللي كتلتحق بها. ديك الساعه كتولي تجيك الماندا كدوز لك نيشان الفيرسومون الكونت ديالك في البنكه. هذا هو اهم الاليات اللي كتخدم بها المديريه العامه مع وزاره الماليه، وهذه هي اهم المراحل ديال التغربيل. انتم شفتوا من 80000 كتبقى 5100 واحد تقريبا ديال البوليس، وفي النهايه كتبقى 5000 واحد والاخرين ما كينجحوش. وهنا كنشرف على نهايه هذا الفيديو هذا، وكنتمنى النجاح لاي واحد، والله يسمع اي واحد اخبار مزيانه، خصوصا الناس اللي دوزوا مرحله ديال الكتابي والشفوي والطبيب، تمت المنادات عليهم المرحله البحث التمهيدي والبحث المعمق. هذه صعيبه شي شويه، قاصحه شي شويه، الانسان ما ينجحش. لهذا كنتمنى اي واحد عيطوا ليه البحث التمهيدي والبحث المعمق ينجح، لان اغلبيه المرحله هذه ديال البحث التمهيدي والبحث المعمق كتكون مرحله ماشي اقصائيه. الاغلبيه اللي كيعيطوا لهم راه كينجحوا، الا حالات قليله اللي عندهم مشاكل في العائله، مشاكل اللي قلت لكم بحال اللي قلت لكم، اما واحد في عائله ارهابي او مشدود على الارهاب، او لا واحد ولا الاب والام كينتموا للاحزاب السياسيه، ولا الخوت عندك في جماعات اسلاميه، ولا انت فايت لك كنتي في جماعه اسلاميه وانسحبتي منها بحال العدل والاحسان. هادو هما الاغلبيه، او اتجاه مخدرات او الدعاره، شي جريمه اللي كتكون كتمس العائله كلها، وكان بامكانك اي واحد يبلغ عليها البوليس، ولكن ما كيبلغوش عليها العائله، كتستروا عليه لان كتسمى العائله كلها كتستر. حتى انت اللي جيتي دوز ستاج كيحسبوك بانك كتستر على هذا المجرم هذا، وكيتم الاقصاء ديالك. هذا هو علاش كيتم الاقصاء ديال المتدربين في مرحله ديال البحث التمهيدي والبحث المعمق. انتظرونا في الحلقه الجايه فيديو جديد يكون كالعاده يكون مفيد ويكون عامر بمعلومات. وانتم كما قلت لكم انا ما تبخلوش علينا باللايكات وبالبارطاج، واي سؤال مرحبا بكم، انا غنتم الاجابه عليه. حطوه تحت الفيديو وغادي نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن. وتحياتي لكم والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.